السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين الفسيخ في البيت ولا اجدع فسخاني. هنعمله بطريقه حلوه قوي، وهقولك كمان على الاسرار والتفاصيل اللي تخلي الفسيخ معاكي ناجح جدا. هقولك ازاي تعمليه ويكون مش مالح معاكي خالص ويكون دلع. في ناس كتير بتحبه، اغلب الشعب المصري بيحبه. بس مش بتعرف تملحه او مش بتعرف تختار السمكه كويس اللي هتتملح. انا هقولك كل الاسرار والتفاصيل في الفيديو ده. وكمان بعد زياده سعر عند الفسخاني ليه ما نخلولوش في البيت بطريقه مضمونه وكمان بنص ثمنه. شايفين الفسيخ وانا بفتحه معاكم؟ بجد الفسيخ ده كان زبدة وطعمه تحفة. يلا كل الناس اللي بيحبوا الفسيخ يجمعوا معايا هنا في الفيديو ونشوف هنملح الفسيخ ده ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تحت الفيديو تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. وتعملوا شير لكل اصحابكم وقرايبكم اللي بيعشقوا الفسيخ. تعالوا يلا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله. معايا هنا 2 كيلو سمك بوري. لازم السمكة معاكي يكون طازة ويكون شكلها حلو وعينها بارزة لبره ونضيفة. اختار السمكة اللي يكون لحمها ناشف. انا علشان كنت جايه متاخره من اسكندريه وجايبه اسماك كتير بقى وكابوريا، فكنت بنضفهم مع بعض، فمعرفتش اصور لكم لان كان الوقت متاخر. انت بتغسليه تحت الحنفيه، بتوقفيه كده وبعد كده تغسلي راسه كويس قوي. وبعد كده تسيبيه في مصفى في التلاجة لحد الصبح. يعني انا كنت جايباه بالليل وسبته لحد تاني يوم الصبح لحد ما نشف خالص. لو عاوزه كمان تنشفيه قدام مروحه او في الشمس، بس تراعي ان مفيش اي دبانه او حشره تيجي عليه، لان لو دبانه او حشره جت عليه هيبوظ منك. برضو بمناديل المطبخ انا بتاكد ان هو نشف تماما مفيهوش اي دم. شايفين المنديل معايا فيه دم او فيه ميه، فبرضو مش هنعرف نملحه غير وهو نشف معانا خالص مفيهوش اي ميه او دم. برضو خطوه مهمه جدا، لازم اوسع كده بق السمكه علشان وانا بحشيها اعرف احشيها. بنحط صابعنا كده كويس قوي، نوسع كده وندخل المناديل في قلب الراس علشان نتاكد ان هو ناشف معانا. لازم السمكه ما يبقاش فيها دم وتبقى ناشفه تماما علشان تتخلل معايا كويس زي ما قلت لكم. بعد ما نضفنا الفسيخ كويس قوي ونشفناه من اي دم واي ميه فيه، انا باجي على الفسيخه كده وبقعد اطري كده جسمها بالشكل اللي انت هتشوفوه ده. الخطوه دي مهمه، بنطري الجسم بتاعها علشان الجسم بتاعها كده يبقى زبده معانا وطري زي ما بنحبه في الفسيخ، ما يبقاش ناشف. هنعمل التمن سمكات اللي معانا بالشكل ده. هو تقريبا الكيلو 3 او 3 وحاجه. يعني انا كنت جايبه تقريبا 2 كيلو ونص، فهم عملوا معايا 8 سمكات. انا بطريه كده زي ما انتم شايفين علشان لما نطلعه يبقى طري معانا. تعالوا يلا نقول على اسرار التخليل المظبوطه. عندي هنا كيلو ملح خشن، وليه استعملت يا فاطمه خشن هقول لكم كمان شويه. وعندي هنا معلقتين كبار من الشطه او 3 معالق كبار، وكمان زودت عليهم معلقتين كبار من الكركم. حطيت شطه وكركم علشان الشطه والكركم بيعتبروا ماده حافظه للفسيخ. ما تخافوش من الشطه، هي مش بتخلي الفسيخ يعني حراق او كده، هي بتعتبر بس كماده حافظه للفسيخ وبتخلي كمان شكله وريحته حلوه قوي. انا استخدمت هنا ملح خشن في تخليل الفسيخ علشان الفسيخ طبعا بيتخلل بملح خشن، ولان كمان الملح الخشن في مدة التخليل ما بيدوبش بسرعة، يعني مش هيخلي الفسيخ معاكي مالح قوي. مش زي الملح الناعم، الملح الناعم بيدوب بسرعة وهيخلي الفسيخ معاكي حادق قوي. وبعد كده بنكبس الخياشيم بتاعتنا ملح، وافتح بقه كده وافضل اكبس. كل ما تكبسيها كويس هتضمني ان الفسيخ بتاعك هيتملح كويس او هيتفسخ كويس، لان راس السمكة هي الاساس في التخليل. انا كده حشيته كويس قوي، هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. انا بتأكد تاني ان الفسيخ ناشف معايا تماما، وبكبس كده الخياشيم والراس. انا كنت معاكم في اول الفيديو بوسع البق علشان كده، علشان اعرف اكبسه ملح.
بعد ما خلصت حشو الراس كويس، عندي هنا باقي الملح الخشن والشطة والكركم، هزود عليهم نص كوباية من الزيت. واهم حاجة لازم يكون نوع الزيت نضيف او ملوش ريحة زي زيت التموين، علشان ما يخليش معانا ريحة الفسيخ مش كويسة. وبقلبهم في بعض كويس، وبعد كده هدهن بيهم جسم الفسيخة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة سهلة قوي، بس اهم حاجة معاكم زي ما قلتلكوا ان الفسيخة لازم تكون منشفاها كويس جدا، وغسله الراس كويس قوي، ومنشفاها من اي دم واي مية. ولازم طبعا الملح يكون خشن، وتحط على الملح شطة وكركم لانهم بيعتبروا كمادة حافظة للفسيخة. انا بدهن جسم كل الفسيخة بالشكل ده، يعني مش بكتر ملح قوي. انا قلت لكم اهم حاجة في الفسيخ راس الفسيخة، يعني نكون حاشينها ملح كويس جدا. انا هخلص ال2 كيلو معاكم بالشكل ده. انا استخدمت في ال2 كيلو فسيخ كيلو ملح خشن، و8 كيلو من الشطة او 4 معالق كبار، ومعلقتين كبار من الكركم. عندي هنا الاكياس اللي هستخدمها، لازم نتأكد ان الكيس اول مرة نستخدمه ونضيف. لو ما عندكيش الاكياس دي ممكن تحط في اكياس تلاجة، ممكن تحط 2 مع بعضهم او واحدة لوحدها. انا هحط 4 مع بعض، وبحطهم في كيس تاني، بطلع الهواء كويس منهم، وبعد كده بحطها في كيس تاني. انا حطيت الفسيخ هنا في 4 اكياس، وبقفلهم كويس واتاكد ان مفيهوش هواء. وهعمل التاني بنفس الطريقة. لو عاوزة تخلي كل فسيخة لوحدها، لو ما عندكيش عدد كبير هياكل، فتطلعي فسيخة بفسيخة، اعملي كل واحدة في كيس. وبقفل عليه كويس جدا وبطلع منه الهواء. الخطوة اللي بعد كده هلف في ستريتش كويس جدا، وبعد كده هحطه في كيسين تانيين، وهسيبه كده 14 يوم. لو احنا في الصيف هسيبه 10 ايام، لو احنا في الشتاء هتسيبيه 14 يوم. بس انا الصراحة فتحت عليه بعد 11 يوم. وبعد كده بتحطيه في مكان مفيهوش ضوء خالص، وبعد 7 ايام بتقلبيه على الناحية التانية. يعني بحطه على جهة اهوت، بعد 7 ايام بقلبه عشان الفسيخ كله يكون نفس التسوية. انا مش بحطه في التلاجة خالص، انا بحطه في اي مكان مضلم برا التلاجة ما بيدخلوش هوا، يعني ولا يدخله ضوء ولا حرارة. كده نضمن الفسيخ بتاعنا هيطلع كويس معانا، ومش هيحصل له اي حاجة. لو مش متوفر عندك الاسترتش اللي فيه في كذا كيس، يعني مثلا في 5 6 اكياس، وكده خليت الفسيخ معاكم. بعد 10 ايام او 14 يوم هفتحه معاكم ونشوف شكله عامل ازاي. بعد 11 يوم بالظبط تعالوا يلا نفتح الفسيخ مع بعض. الفسيخ هنا نزل ميته ما شاء الله، ملوش اي ريحة زي اللي بره. شفت انا لفاه في كام كيس؟ يعني انا قلت لكم بعد 7 ايام هنقلب عليه علشان يستوي كله زي بعضه. تعالوا يلا نشوفه من جوه. انا هقطع كل الاكياس دي. زي ما وريكم في اول الفيديو وانا بفتحه. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتنزلوا تحت الفيديو تعملوا اشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. وشجعوني يلا بلايك وكومنت حلو من بتاعكم. شايفين الجمال؟
بجد حاجة كده وهم احلى بجد من اللي بنشتريه من بره وانضف بكتير، وانت ضامنة انت عاملاه ازاي. شايفين ما شاء الله. الفسيخ كان طعمه تحفة وكان طعمه زبدة، وكل اللي كل منه شكر فيه. الطريقة سهلة جدا، هسيبكم تستمتعوا بالجمال ده. انا بطلع بقى كده البطن بتاعته. شايفين ما شاء الله الفسيخ دايب دوب، واللحمة بتاعته طرية وزبدة. بجد ريحته جميلة، وطعمه كان في منتهى الجمال. انا كان لازم البس جوانتي، بس قدام القمر ده ما قدرتش امسك نفسي. كده الفيديو خلص معاكم، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.